رجعنا لكم مرة تانية في الجزء الأخير من كلام في الكورة. المرة دي صحافة بقى، صحافة كده أهلاوية زملكاوية، يعني آراء صحفية. معانا ومشرفنا النهاردة الناقد الرياضي أحمد عادل. أهلا بيك. أهلا بيك، نورنا أول مرة معانا. جمهورك وجمهور الجميل ده إن شاء الله نكون نسعدهم كده النهارده يا رب ان شاء الله الرحمن. كمان معانا يعني شخص سعيد ان انا اتعاملت معاه، طبعا صديق موجود في فتره من الفترات معانا ومغطي النادي الاهلي بشكل كبير جدا، الاستاذ عبد الحميد جلال. اهلا بيك. اهلا بك يا كابتن سيد، وانا اللي سعيد ان انا موجود معاك النهارده، وسعيد بمعرفتي بشخص محترم زي حضرتك. ربنا يخليك. طيب قبل ما نخش بقى في التفاصيل، خلينا اقول لكم خبر جديد كده شويه. يعني امبارح نشدنا فنيا راينا الفني ان الملعب بيتر سبورت مش مناسب فنيا بالنسبه راينا الشخصي، ممكن نبقى صح ممكن نبقى غلط، لكن قلت رايي الشخصي ان ملعب بيتر سبورت مش مناسب لاستقبال مباراه الزمالك والنجم الساحلي. هيخدم طريقه لعب النجم الساحلي اكتر، الكرات المشتركه، الكرات الطوليه، الكرات العرضيه، كلها بتعتمد على الاطوال. النجم الساحلي حتى في الكرات المشتركه اللي هي 1 ضد 1 في كارتفاع كان هو اللي بيحصل عليها، فده هيبقى ملعب صغير، هيبقى فنيا هيبقى النجم الساحلي احسن. في سعي دلوقتي وفي اتجاه ان محاوله من نادي الزمالك وان مباراه النجم الساحلي تتنقل لبرج العرب، ومباراه الاهلي كمان تتنقل لبرج العرب. اسمع ارائكم بقى او ردودكم كده. اتفضل يا استاذ. اولا يعني انا من خلال قرب الجهاز الفني لفريق الزمالك، يعني هم اكدوا لي اكتر من مره ان هم بيفضلوا اللعب في بيترو سبورت، لان اللعيبه خلاص حفظت المسافات بتاعته. حتى كان في كلام قبل كده ان الاهلي طلب انه يلعب في استاد القاهره، فكابتن اسماعيل يوسف وكابتن ايمن قالوا لي لا، الافضل ان احنا نستمر في بيترو سبورت. ده من ناحيه. من ناحيه ثانيه، هل لو اتنقل لبرج العرب هيكون في جمهور ولا لا؟ ده هيصعب من حضور الجماهير، خصوصا حضرتك عارف ان في اتجاه داخل نادي الزمالك انه هيستعين باعضاء النادي اللي هم اعضاء الجمعيه العموميه يعني عشان يروحوا المباراه. فهل هيقدروا يسافروا اسكندريه وبرج العرب والمسافه طب هي في الاول يعني نترك شويه حابب تخش معانا في الليله ما تتكسفش. لا 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 هو زي ما استاذ احمد اتكلم، بالنسبه لنادي الزمالك بيفضل ان هو يلعب بالمباراه في ملعب بيترو سبورت. برضه شاركونا كده فنيا يعني فنيا ولا تفاؤل؟ يعني اصل لو تفاؤل تبقى كارثه بقى. يعني ازرق خسر الزمالك 5، تفاؤل بيترو سبورت مش مقياس يعني. نادي الزمالك بيحب يلعب في ملعب بيترو سبورت، وتفائل ان ماتش الزمالك الاهلي في الدوري لعبه في برج العرب اتهزم 2-0، لعب ماتش الاهلي في نهائي الكاس في بيترو سبورت ففاز 2-0، فهو من باب التفاؤل عايز يلعب في بيترو سبورت. باب التفاؤل، باب الارتياح كمان. لكن على فكره على العكس تماما، النادي الاهلي بيحب يلعب الماتشات في برج العرب. بيترو سبورت بالنسبه للنادي الاهلي هو بيلعب الزمالك، لا مش مساله كارثه، ما هو كسب الاهلي، كسب الشرطه في بيترو سبورت، لكن بالنسبه لهم يعني بتسبب لهم نوع من القلق والضيق ان هم يلعبوا ماتشاتهم. اصل ده برضه يا استاذ احمد يعني معلش عشان يعني انت عارف يعني الدنيا بسيطه جدا. فانت عارف يعني دايما في الامور الفنيه انت نمره واحد بتخدم عليها الجهاز الفني. بيبقى عايز ايه؟ سيبك من التفاؤل والتشاؤم جزء مطلوب في الحياه عامه يعني، لكن انا في الاول والاخر بشتغل صح. قد يعني اروح للاتجاه الصح وربنا سبحانه وتعالى ما يوفقنيش، لكن انا عملت الصح بالنسبه للنادي من وجهه نظرنا. برضه مش هفرضها على كابتن اسماعيل يوسف او فيريرا او مجلس اداره نادي الزمالك، لكن وجهه نظرنا الملعب الضيق دايما بتروح فيها للقوه على فكره، مش للمهاره. بس دي برضه وجهه نظر كل الناس اللي اسف المهاره نعم، يعني وجهه نظر اما انت فريق عايز تكسب وبنتيجه كبيره تلعب في ملعب واسع عشان تعمل مساحات، اما الملعب يكون صغير بتدي فرقه للفريق الخصم ان هو يقفل مساحات وان هو يقفل عليك الملعب. انا معاك، فدي وجهه نظر اي حد. الكره الطوليه في الملعب الاولمبي في سوسه كانت كلها لصالح النجم الساحلي. ده انا عايز اقول لك الجول الثالث ده ضربه مرمى او كره من الجول راحت على طول لل 18 الناحيه الثانيه، عندهم بغدادي بونجاح والناس بتوع نص الملعب على طول تك بينقلها بتبقى في ال 18. البيني او الطولي اللي بيتلعب ما بين حماده طلبه وعلي جبر او حماده طلبه ومحمد كوفي على طول بيبقى في ال 18. لكن لو في مساحات ثانيه، في مساحات يعني حتى الباص الثاني ده هيبقى عندك فرصه ان انت تعيد تنظيمك من جديد. كابتن عايز اسال حضرتك سؤال. انا اللي هسال حضرتك سؤال. باعتبار حضرتك كنت لعيب كوره كبير طبعا، الزمالك بقاله سنه تقريبا كامله بيلعب في بيترو سبورت، بيحقق عليها نتائج جيده ونتائج ايجابيه. لما ينقل نفسه مره واحده لبرج العرب، ده مش هيحصل اهتزاز نفسي للاعبين؟ ممكن. يعني انا طبعا ما تكبرش يعني التعود على الملعب ده مهم جدا. بس في النهايه في ساعات انا بحاول اخدم طريقه لعب النجم الساحلي بيخدمها ملعب صغير. تضييق المساحات. النتائج اللي عملها النجم الساحلي كلها يعني بص، النجم الساحلي كسب الرجاء المغربي في سوسه 3-0
اوكي، واتغلب من الرجاء المغربي. انت عارف ملعب ملعب كبير يعني محمد الخامس في المغرب كبير جدا. اتغلب 2-0 وكان هرب من فضيحه عشان الملعب كبير جدا، يعني هرب من فضيحه، في حين ان هو كسب نفس الفريق 3-0. كسب الترجي التونسي على استاد النجم الساحلي 2-1 في اخر دقيقتين بكورتين، واحده ضربه جزاء برضه كانت عرضيه جت في ايد واحد وضربه ركنيه. فاذا انت بتتكلم على الكرات العرضيه اللي ممكن تخدم النجم الساحلي. في الاخر توفيق ربنا سبحانه وتعالى. انا بقول لكم المعلومه هو بس. ده يا كابتن ممكن من الناحيه الفنيه، بس انا ليا وجهه نظر ثانيه. اتفضل. ان ماتش زي دوت مش بيختاروا لا الاهلي ولا الزمالك، الامن هو اللي بيحدد بناء على شايف ان هو الناحيه الامنيه عامله ازاي، خاصه لو كان في جمهور. يبقى صعب جدا انك تلعب المباراه في ملعب بتروسبورت، حتى لو ده في صالح الزمالك، حتى لو الزمالك عايز الملعب في بتروسبورت والاهلي عايز الملعب في بتروسبورت. الامن طبعا هو في الماتشات اللي زي دي، الامن هو اللي بيحدد بناء، خاصه ان في كلام ان الكاف عايز الماتش بجمهور، وبالتالي محتاج ان الماتش يتلعب في ملعب امن، في ملعب افضل من ناحيه التامين. انا شايف ان ملعب السويس من الناحيه التامينيه لا يصلح لاستضافه مباراه للاهلي والزمالك بجمهور. انا حضرت كل ماتشات الاهلي في ملعب السويس. حضرتك يا كابتن سيد بننزل بعد الماتش نلاقي اوض اللبس كلها جماهير، رغم ان الماتش اصلا بدون جمهور. لعيبه النادي الاهلي اللي كانت موجوده او لعيبه الفريق الضيف بتطلع في حراسه الامن لاعب بعد تخش الاتوبيس. فبالتالي انا شايف وجهه نظري ان ملعب السويس لا يصلح لمباراه نصف نهائي، مباراه كبيره زي دي سواء للاهلي او للزمالك حتى بدون جمهور، ما بالك بقى ان هيبقى فيه جمهور يعني. وبالتالي اللي بيتحكم في الامر كله في الاخر الامن بعيدا عن الرؤى الفنيه يعني. السلام عليك. تجيب يا كابتن مصر. الزبد دي حلوه، حته الزبد دي. طيب يبقى كده يعني ملعب برج العرب يعني خبر جديد، ممكن يبقى هو اللي بيستضيف لقاء النجم الساحلي مع الزمالك يوم السبت، وممكن هو اللي يستضيف لقاء الاهلي مع اورلاندو. ملعب برج العرب يعني في النهايه ممكن يبقى هو اللي هيستضيف المباراتين، سواء كان النجم الساحلي مع الزمالك او الزمالك مع النجم الساحلي، وملعب اورلاندو مع ملعب الاهلي مع اورلاندو ان شاء الرحمن. يا رب ايا كان بيترسبورت السويس برج العرب، يا رب باذن الله يبقى الصعود والتاهل مصري خالص باذن الله. قلت معلومه قبل ما يخش يضيف الاستاذ احمد عادل والاستاذ عبد الحميد جلال، قلت ان يبقى احمد حجازي يعني امضته شهر. يعني طبعا انا بعدل، يعني مش عيب ان انت تعدل خبر او حاجه قلتها او معلومه قلتها، لا طبعا. هو اللعيب اللي بره ما تنطبقش عليه حته الامضاء الشهر دي، لانه بيبقى مرتبط ببطاقه دوليه بتيجي النادي باستغناء معين، مثلا TMS اللي هو النظام اللي بيشتغل عليه الانديه مع المصريه مع الانديه الخارجيه خارج مصر يعني. فبالتالي احمد حجازي ما يحقلوش ابدا ان هو يروح اي حته، لان البطاقه جايه على النادي الاهلي او رامي ربيعه، الا في حاله واحده بس، لو انتهت فتره القيد اللي هو جاي فيها اللي هي الفتره يوم 14/10، يبقى بالشكل ده ممكن احمد حجازي بقى يبقى له شأن اخر في شهر يناير. طيب استاذ احمد، بما انك قريب من كواليس الزمالك وفرقه نادي الزمالك والجهاز الفني نادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك والزمالك بشكل عام، يعني في صدمه من النتيجه، في اطمئنان لمباراه العوده، في خوف من مباراه العوده؟ قول لنا الكواليس اللي دايره في نادي الزمالك. اولا بدايه رد فعل المستشار مرتضى منصور بعد المباراه عمل نقطه تحول. كل الجميع كان يتوقع المستشار مرتضى منصور هيصدر بقى قرارات ساخنه ويهاجم اللاعبين ويتهمهم بالتخاذل ويهاجم الجهاز الفني. هو جه على العكس خالص واعلن مساندته للجهاز وانه خلف اللاعبين. ده عمل نوع من الارتياح النفسي وسط الجهاز الفني واللاعبين، واداهم ثقه نوعا ما ان هم يقدروا يحققوا نتيجه ايجابيه. كويس. مستر فيريرا وكابتن اسماعيل يوسف كشف حاجه النهارده، ان مستر فيريرا حكى قصه كده ان هو كان مدير فني لفريق بورتو. كويس. واتغلب 6-2 في كاس البرتغال تقريبا، وفي لقاء العوده فاز 5-0 وصعد. فالراجل يعني هيتعامل على النقطه دي. عوده محمد ابراهيم ممكن تدي نوع من القوه، زائد ايمن حفني فايق كتير شفناه في اللقاء الذهاب بعيدا عن الفريق وادائه، لكن ايمن حفني عايز حضرتك يفرق كتير مع الفريق. كان احسن واحد. طيب تتفق يا عبد الحميد مع الشعور التفاؤلي ده، ولا هي كلام ممكن بيتقال بحكم الاجواء والظروف، لكن الواقع ممكن يبقى بعيد خالص عن الكلام والامنيات؟ هو اعتقد ان الكلام ده مطلوب، ان هو يبقى فيه تفاؤل، يبقى فيه تحفيز، ويبقى فيه نوع من استمالة اللاعبين واخراج كل طاقاتهم في المباراه، وتاجيل اي قرار انفعالي لبعد مباراه العوده. لكن اعتقد زي ما حضرتك حتى قلت في بدايه البرنامج، الكره ما فيهاش مستحيل، بس مهمه نادي الزمالك في المباراه دي اعتقد شبه مستحيل.
واحنا مرينا بنفس الظروف دي وبنفس ملابسات المباراه دي مع منتخب مصر ضد منتخب غانا في تصفيات كاس العالم لما اتغلبنا 6-1 هناك، وكنا كلنا متفائلين وجينا هنا برضو يعني وبحضور جماهيري وكده، ما قدرناش ان احنا نصعد كاس العالم. التفاؤل مطلوب، لكن اعتقد ان هو تصرف مسؤول من اداره نادي الزمالك انها تاجل اي قرار بالنسبه لمستر فيريرا بعد مباراه العوده. طبعا ده عشان زي ما قلت لحضرتك الوقت ضيق، مش هتقدر انك انت تغير وتجيب مدير فني جديد، مش هيقدر يعمل لك حتى حاجه. لو خرج يا حميد، حتى لو خرج يعني حتى لو خرج فيريرا، يعني انت بتقيسه على مباراه ما كانش لا هو موفق في فيها داخل نادي الزمالك مفيش اتجاه لرحيل فيرا خالص، حتى لو خالص. كانت النتيجه مهما صعبة. كانت النتيجه، لان ولو هو خسر. هو كمان بقى عنده سبورت من الجمهور. ده الاهم بقى من اي حاجه. بقى عنده سبورت من الجمهور بعيدا عن الاداره. الجمهور بقى مقتنع بيه، لان هو طبعا الراجل اللي جاب الدوري والكاس والراجل اللي فاز على الاهلي، كل دي عوامل خلت الجمهور يحبه يعني. اعتقد حضرتك لو تفتكر يعني من بعد الكابتن الجوهري ما حدش هتف لمدير فني لا زي فيريرا، لما قالوا له 1 2 فيريرا ثانك يو. يعني حضرتك مانويل جوزيه، انت جاي تقلب المواجع على جوزيه يا عم، فين؟ أنا بس فين جوزيه بالنسبه لحضرتك؟ هختلف مع الاستاذ احمد. انا بتكلم في ان هو يعني بقى قريب من الجمهور انت توصل لجمهور الزمالك تحديدا. جمهور الزمالك. اختلف انا بقى مع الاستاذ احمد في النقطه دي. للاسف كابتن سيد في بالنسبه لاداره نادي الزمالك مع مستر فيريرا واداره النادي الاهلي مع فتحي مبروك، يعني تم التجديد ليهم وتجديد الثقه ليهم للموسم الجاي. لكن سوري معلش يا محمد، انا عايز اقول لك الناس مستنيه لكم، الناس بتتفرج عليكم دلوقتي. في واحد اتصل بينا قال لك لا ده هتاف مانويل جوزيه في 2009 1 2 جوزيه ثانك يو. ده واحد راح متصل على طول في الاهلي والاسماعيلي، واحد راح ردد عليك ما بتقولش حاجه كده على طول. اتفضل يا صاحبي. رغم النتائج الكويسه اللي عملها مستر فيريرا مع نادي الزمالك، ورغم ان كابتن فتحي مبروك انتشل الاهلي من عهد ثغرات معينه بعد جريده، لكن انا معلوماتي الشخصيه ان كان في تربص من اداره نادي الزمالك بفيريرا وتربص من اداره النادي الاهلي بفيريرا، لكن ما كانوش لاقيين. فتحي مبروك تقصد؟ بفتحي مبروك ما كانوش لاقيين، زي ما قلت احمد قال ان الاثنين كسبوا تعاطف شعبي بالنسبه لجمهورهم، فمش لاقيين وسيله ان هم يقيلوهم. مستر فيريرا عامل مشاكل بالنسبه لنادي الزمالك، ان هو قافل على الفرقه، مش عايز حد يتكلم، مش عايز حد. دي حاجات ايجابيه مش مشاكل. هم بالنسبه لهم مشاكل. كذلك كابتن فتحي مبروك اداره النادي الاهلي عندها عقيده ان المدرب الاجنبي لازم مدرب اجنبي، وكان في اتجاه لاقالته، بس هم مش هيمشوه ليه؟ طب الراجل برضه يعني شيء بشيء يذكر كده، احنا نعمل خلط او يعني دمج ما بين الاثنين، ميكس كده ما بين الاثنين يعني، بس مش الحاجه والعكس، احنا بنتكلم كله في اتجاه واحد. انت مش شايف يعني برضه القرارات اللي هي ما بتبقاش لا هي حمراء ولا هي خضراء ولا هي سوداء، يعني قرارات ميعه كده شويه، عارف اللي هو يعني تجديد الثقه شويه. كابتن فتحي مبروك تم تجديد الثقه ليه مؤقتا لحين وجود عودنا حاجه كابتن يتم التعاقد مع مدير فني. كلمه تجديد الثقه في حد ذاتها ده اتجاه للرحيل بعد كده. يعني اصلا المفروض تجديد الثقه يبقى انا سحبت الثقه منك اصلا. اوكي، ولو في عقد يعني اللي افهمه بس تعالى اقعد هنا، انت انجزت، انا بدي لك سنتين، السنتين بتوعك ادي امضي على طول. حته ان هي ممكن كانت تبقى مقبوله في الماضي على فكره، يعني مقبوله في الماضي زمان ايام الاهلي والزمالك مفيش مشكله يعني زمان يعني. وكابتن فتحي مبروك اصلا عايز اسال سؤال، كابتن فتحي مبروك اصلا متعاقد واحنا عندنا مدرب مصري بيتعاقد اصلا؟ لا خالص لا خالص، وممنوع يطالب مع السلامه، وممنوع يطالب بحقه. المدربين المصريين اصلا ما بيتمش لكن جريب ياخد تعاقد بقى 5 مليون مفيش مشكله. لا انا كابتن عايز اقول لك بقى نقطه ممكن انت اول مره تعرف ان انا عارف، وحضرتك كنت مدير كره في النادي الاهلي، في عضو مجلس اداره موجود دلوقتي حالي في المجلس يعني. كان في معسكر ليكو. على فكره مصر بتسلم عليك وبتقول لك علي صوتك شويه. مين؟ مصر بتسلم عليك بتقول لك علي صوتك شويه. كان في معسكر للنادي الاهلي كنت حضرتك موجود انت والكابتن محمد يوسف. في عضو مجلس اداره اتصل بالاداري سعيد احمد وقال له نزل لي حسام عاشور وعبد الله السعيد عشان هم كان عندهم بيخلص ويجددوا. طبعا بحكم طب ليه يا ابني بتقلب الوجع؟ ليه يا ابني بتقلب الوجع؟ هقول لك انت اول مره تعرف ان انا عارف بحكم ان انت مدير كوره. طبعا الموضوع ما كنتش تعرفه، طبعا انت رفضت لما عضو مجلس الاداره جه، حضرتك رفضت ان اللعيبه تنزل، قلت ازاي يتم التفاوض اصلا من ورانا، لان طبيعي انك تبلغ مدير الكوره. تاني حاجه ما ينفعش وعندك بكره ماتش، وبالتالي النظام الاداري في الاهلي دلوقتي بيفقد معناه ويفقد اساسياته، وده هو السبب الرئيسي في كل مشاكل الاهلي في الفتره الاخيره، وده كان سبب اساسي على فكره من رحيل الكابتن محمد يوسف ورحيل حضرتك، لانه هو يعني اتكلموا على رد الفعل مش الفعل. اوكي، الحاجه اللي ما كانتش معتاده. طيب على التليفون العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكوره. مساء الخير وكل سنه وحضرتك طيب. مساء الخير
طيب، ازي حضرتك؟ حج مبرور الاول، مظبوط. ربنا يخليك يا كابتن. مظبوط. يا رب تكون دعيت لنا هناك. كابتن انت عارف معزتك يا كابتن. ازي حضرتك؟ طيب، تحياتي الاستاذ احمد عادل والاستاذ عبد الحميد جلال لحضرتك. تحياتي لسيادة الباشا، كل سنه وانت طيب. يا رب وحضرتك طيب. استاذ يعني العميد ثروت سويلم، قول لي مباراه الزمالك والنجم الساحلي والاهلي واورلاندو في ميعادها في توقيتها في نفس الملعب في بتر سبورت والسويس، ولا تم التغيير وبرج العرب الاقرب لاستضافه المباراتين؟ والله يا كابتن سيد، هو طبعا زي ما حضرتك سمعت كده ان يعني الاقرب برج العرب، بس انت عندك مشكله ان النهارده طبعا ده قرار من الامن بنقل الماتشين لبرج العرب. بالتالي لازم موافقه الاتحاد الافريقي. بعد جواب الساعه 6 الاتحاد الافريقي. طبعا حضرتك عارف انه ما فيش موجود حد هناك، فمنتظرين ردهم بكره ان شاء الله. كلمت الكابتن هاني ابو ريده عشان برضه يبقى في تدخل، لان الوقت ضيق، وطبعا لوائح الاتحاد الافريقي ما تسمحش بالكلام ده. لكن انت عندك يعني ظروف امنيه بتحتم نقل الماتشين. ان ما وافقتش الاتحاد الافريقي يبقى ما فيش مفر من اقامه الماتش الزمالك والنجم التونسي في ان شاء الله في باسبورت. ماتش الاهلي وارد ان يكون في موافقه عليه، لان سفر بسفر. لسه الفريق الجنوب افريقيا هيجي يوم الجمعه، فبالتالي هيكون في ترتيب لو كده انه ينزل على اسكندريه. فكل ده منتظر موافقه الاتحاد الافريقي. طيب، خليني اقول لك، انت عندك كمان موافقه الاتحاد الافريقي اللي هو الزاما يقول للانديه الطرف في الموضوع اللي هو النجم الساحلي واورلاندو. تمام. يعني في الحاجات اللي زي كده اتمنى يا رب اللي اقوله ده، بس هي مساله في اللوائح والقوانين. لازم كمان موافقه، مش مساله الاتحاد الافريقي بس، موافقه كمان النجم الساحلي. انت مش هتغير الملعب بملعب في نفس المحافظه، انت هتغير ملعب في حته ثانيه. فالنجم الساحلي يقول لك انا مرتب اوضاعي يعني على بعد 220 كيلو، هي نفس اللائحه اللي انت بتقول لي عليها كاتحاد افريقي، ان على بعد 200 كيلو او 220 كيلو الزاما عليك ان انت توفر لي طيران داخلي. وانا بناء على الطيران الداخلي ده يعني كنت ممكن اجي بدري شويه، اجي بدري يوم، فانت بتفرض عليا حاجه، فممكن تقابل مشكله ثانيه من قبل النجم الساحلي مش الاتحاد الافريقي بس. عشان كده يا كابتن سيد، ما احنا في انتظار رد الاتحاد الافريقي، لان هو مش هيرد علينا الا بعد ما زي ما حضرتك بتقول كده ياخد راي ويستطلع راي النجم التونسي. عشان كده بقول لحضرتك صعب جدا بالنسبه لماتش الزمالك، لكن وارد بنسبه كبيره بالنسبه لماتش الاهلي. طيب، ده كلام جميل. هل بقى في تواجد جماهيري لو تم نقل المباراه لبرج العرب في للاهلي وللزمالك، ولا يعني هيبقى في فكره ثانيه مجندين يحضروا اللقاء هنا او هنا؟ في كلتا الحالات كابتن سيد، وزاره الداخليه كانت مصره ان هي تؤكد عملها للاهلي والزمالك، فحرصا على ان ما في تواجد جماهير كان في قرار ان يكون في مجندين من الشرطه لدعم النادي الاهلي ونادي الزمالك، عشان ما يتقالش ان وزاره الداخليه ضد الفوز وضد مكسب الاهلي. لا طبعا، بالعكس. لكن هم الاحرص على تامين الجماهير، شايفين ان مش ده الوقت والمناسب لحضور جماهير في ماتشات اهلي وزمالك، وبالتالي حضرتك بنقول ان وجود مجندين يبقى فيه نوع من المشاهده بالنسبه لهم ودعم جماهيري لانديه الاهلي والزمالك. برضو كان في قرار ان ممكن يبقى فيه الاجهزه الفنيه وقطاع الناشئين في الاهلي والزمالك يكون في اتوبيسات لعدد 500 ناشئ يعني بمعنى كلمه ناشئ، هيبقى في ترتيب ليهم. وعملنا اجتماع النهارده مع مسؤولي نادي الزمالك في حضور اللواء نائل ثروت من مديريه امن القاهره، العميد محمد طه مدير شؤون خدمه القاهره، عشان يتحط ضوابط معينه في دعم نادي الزمالك. وبعد كده نفس الاجتماع هيكون للنادي الاهلي. في حرص يا كابتن سيد ان وزاره الداخليه تدعم الاهلي والزمالك في الماتشين دول، فبالتالي لكن ما فيش جماهير عاديه، جماهير كوره. الظروف مش يبقى ده قرار يعني نهائي، ما فيش جماهير في برج العرب في بترو سبورت، ما فيش جماهير. لكن الاشخاص او حضرتك اللي قلت الهيئات او المجموعات قطاع الناشئين او الجروبات اللي حضرتك اتكلمت عليها، هم دول اللي ممكن يحضروا. ده وارد بنسبه كبيره، وده اللي اخترنا المستشار مرتضى منصور بيه، واخترنا الاستاذ احمد سعيد لان المهندس محمود طاهر مسافر بره مصر. وبالتالي في انتظار بس موافقه الاتحاد الافريقي. على العموم ايا كان يا رب الملعب هنا ولا هنا، باذن الله تعالى يصعد الاهلي ويصعد الزمالك يا رب. ان شاء الله باذن الله. انت حج مبرور مره ثانيه، ويا رب ان شاء الله الرحمن ونبقى مع بعض ان شاء الله في عرفات السنه الجايه باذن الله. ان شاء الله يا رب. السوبر بقى النهائي قبل ما تيجي من الحج. السوبر بقى
اتفضل. النهائي حضرتك السوبر ان شاء الله باذن الله في اجتماع يوم السبت. يوم السبت في على فكره كابتن سيد، اتفضل. وجود المجندين دول ده قرار من وزاره الداخليه لحرصها على دعم النادي الاهلي والزمالك، يعني مش قرار لا اتحاد كوره ولا اهلي ولا زمالك. اوكي لما اوكي. حسوا ان النادي الاهلي والزمالك طلبوا جماهير، فقال لك انا ماشي، انا عاوز ادعم الاهلي والزمالك، هودي جماهير من عندي، انا جماهير تحت ايدي، يعني يشجعوا، وفي نفس الوقت في ضوابط ليهم. تمام. بالنسبه لماتش السوبر حضرتك في اجتماع يوم السبت ان شاء الله برئاسه المهندس محمود الشامي المكلف من قبل مجلس اداره اتحاد الكوره ان هو يكون المسؤول عن تنظيم مباراه الاهلي والزمالك في السوبر في دبي، هو رئيس البعثه. هيبقى في لجنه من اتحاد الكوره برئاسه المهندس محمود الشامي، هيبقى معاه الكابتن وليد مهدي، الكابتن دكتور علي عبد العزيز، عشان يطلع برضه بصوره محترمه. هتيجي الشركه الراعيه كابتن سيد عشان الضوابط والدعوات للاعلاميين ودخول الكاميرات والكلام ده كله. انت بتلعب بره مصر، فبالتالي لازم يتحط برضه معايير معينه وضوابط معينه لانجاح. انت شفت حضرتك طبعا اللي حصل في كاس مصر، يعني سوء تنظيم، وانا كنت موجود في السعوديه وشايف يعني كان في نقد يعني قوي جدا للتنظيم اللي حصل في نهائي كاس مصر. مشارك في سوء التنظيم كل الاطراف يا كابتن سيد، اهلي والزمالك واستاد بتروسبورت واتحاد الكوره. تمام. سوء التنظيم اللي حصل والمراسم اللي حصلت بالطريقه العشوائيه اللي حصلت دي، فبالتالي احنا يعني بنخطأ، فعاوزين نتعلم. فهنعمل اجتماع يوم السبت، ومجموعه محمود الشامي هيسافر قبلها بيومين مع المجموعه دي، وان شاء الله يكون سوبر محترم. في اي نيه للتاجيل؟ اي نيه؟ المنتخب الاولمبي موجود في الصين، يعني المنتخب العسكري ما فيش اي نيه؟ احنا عندنا حضرتك، لا احنا عملنا فعلا عقد النهارده مع الشركه اللي جابت لنا ماتشين زامبيا والسنغال. اتحددت الماتشين بناء على ماتش السوبر. يعني كان عندنا كابتن سيد عرضين، الراس الاخضر وتوج يجوا مصر في يوم 8 ويوم 13. احنا عاوزين نلعب في دبي عشان الاهلي والزمالك بعد كده السوبر في دبي، فبالتالي هنلعب ماتش السنغال يعقبها ماتش زامبيا، وبعدين الاهلي والزمالك يوم 15 باذن الله. طيب الشركه الراعيه فعلا عملت لوجو جديد للدوري من غير ما ترجع لكم؟ لا ما عنديش فكره والله يا كابتن، طيب. ما شفتش وما اعرفش. طيب لو كده هنبقى ليا اتصال مع حضرتك ان شاء الله الرحمن الاسبوع اللي جاي. شكرا جزيلا للعميد ثروت سويلم مدير التنفيذي لاتحاد الكوره، شكرا جزيلا لحضرتك. استاذ احمد في تعقيب على الكلام ده؟ انا ليا تعقيبين. اتفضل. اول تعقيب بالنسبه للجمهور، احنا مشكلتنا في مصر كلنا طبعا بنحب بلدنا وبنقدر الحاله الامنيه اللي بتمر بها البلد، بس احنا مشكلتنا ان احنا ده اللوجو الجديد اللي عاملاه يعني الشركه الراعيه اهي، يعني يا ريت كنت عرضته بس قدامنا والسياده العميد موجود، يعني المفروض اتحاد الكوره ايا كان يعني مأساة. مش محلل اتحاد الكوره يا جماعه. كابتن حضرتك ده سامع العميد ثروت سويلم، يعني مع احترامي ليه ده قال كارثه. ايه ده الثالث مره في مداخله تليفونيه يقول نفس الكلام، ان في اخطاء في نهائي كاس مصر، وبيتهم اتحاد الكوره نفسه. دي كارثه. بس دي حاجه مش وحشه بالنسبه له هو، دي كارثه عشان هو ما كانش موجود بس. دي انت برضه دي ليها دلالات يعني. طبعا. طيب تعقيبك اتفضل. اول حاجه بالنسبه للجمهور يا كابتن سيد، انت دلوقتي لو عندك واحد مريض ما ينفعش تفضل طول الوقت تديله مسكنات، لان برضو الالم موجود، فانت لازم تحط ايدك على موضع الالم وتجيب العلاج. احنا عندنا دلوقتي مشكله بالنسبه للجمهور، هتضطر برضو في الاخر في المباراه النهائيه في حاله صعود الاهلي او الزمالك انك تدخل جمهور فوق ال 30,000، وبالتالي بتبقى مجبر انك تدخل جمهور وفقا للوائح الكاف اللي هو الاتحاد الافريقي. فايه المشكله؟ ان هو كان من بدري انك انت تعالج الموضوع ده. دي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه بالنسبه لملعب المباراه ونقله، الكاف هيوافق ولا لا؟ طيب اعتقد ان الجهات الامنيه واتحاد الكوره من بدري عارفين ان في ماتشات كده، فكانوا برضو كان ممكن يتحركوا برضو، وحضرتك كنت موجود، وبقالنا سنين من 2011 بتحصل نفس المشكله، ان احنا دايما عايزين موافقات امنيه عشان نبعتها للاتحاد الافريقي ويتم التاخير ونيجي على اخر لحظه وانا هنشوف المهندس هاني ابو ريده هيتدخل ولا لا والكلام ده. ثالث حاجه بقى بالنسبه للتنظيم في كاس مصر، اعتقد اللي حصل في نهائي كاس مصر ده كان كارثه يا كابتن سيد. انت ابو حميد على موضوع التنظيم؟ لا ده كان كارثه، انا كنت موجود يعني، واعتقد ان برضو محمود الشامي اللي هيبقى موجود هناك دي كارثه اكبر يعني. ان حاج محمود الشامي حظه معايا وحش جدا. لا كارثه اكبر بصراحه، لان هو كان موجود. حضرتك احنا كان في مدرج للاعلاميين، فوجئنا ان معانا 3-4 آلاف واحد في المدرج بتاعك. في المدرج المباراه اتاخرت بسبب وقاعدين تيشيرتات زمالك واهلي فانت قاعد في وسط جمهور، يعني هيحصل كارثه، هيحصل كارثه، بس هو يعني الامانه ان هم كانوا محترمين، لان هم كانوا اعضاء نادي فعلا يعني.
بس هم على طول في الاول وفي محترمين الاخر هنا لا وهنا. يصلح لا يعني اقصد ان هم ايه، ما فيش ما تجاوزات حصلش خالص. يعني جمهور الاهلي تقبل الهزيمه وخرجوا ومشوا خالص من غير من قبل ما الماتش احمد يخلص. انا ما بتكلمش على جمهور الاهلي او جمهور الزمالك، انا بتكلم على ان الماتش ده بدون جمهور. اللي بيحضر مسؤول الناديين والاعلاميين. فوجئنا احنا في مدرج الاعلاميين موجود معانا بتاع 4000 مثلا. على فكره انت كسبت رهان فيها دي يا كابتن. مشجع انا فاكر انت يوميها قلت 50 لا 500 لا 5000 5000 طبعا. انت وبالتالي كسبت احنا رهان. اعترضنا شوف ورفضنا محدش ادانا والمباراه اتاجلت تلت ساعه تقريبا في الوقت دوت، ورحنا مكان تاني لينا لوحدنا. وبالتالي نفس الشخص هو المسؤول عن نفس المباراه. اعتقد ان نفس الشكل ده لو ظهر في الامارات ده بيسيء لمصر مش لاتحاد الكوره بس يعني. اتفضل يا زلمه. لا هو في نقطة بالنسبة لسيادة العميد ثروت لما قال اتكلم عن الجمهور. أنا أعرف إن المستشار مرتضى منصور أو نادي الزمالك حصل على موافقات أمنية بدخول أعضاء من النادي. لم يتحدد عددهم بالإضافة للأجهزة الفنية زي ما سيادة العميد قال وعدد من اللاعبين الناشئين. أعتقد إن هم هيوصلوا ل 5000 مش 10000 زي ما اتقال يعني، لكن هم هيوصلوا ل 5000. برافو عليك. طالما انت قلت مثلا يعني حد من فرق الناشئين وحد من المجموعه الاداريين او الناس الفنيين الاجهزه الفنيه كله هيخش تحت البند ده كاعضاء جمعيه، كاعضاء جمعيه اعضاء نادي يعني هنا او هنا. فالاستاد ممكن تلاقي فيه 7 8 9000 10000 من اعضاء الجمعيه العموميه. ما انا بقول لك انت في ماتش اصلا ما كانش فيه جمهور ولقينا 4000 يعني لو كنت عملت بجمهور كان احسن. ما فيش مش المهم بس هي تعرف على فكره المشكله مش في العدد والله، المشكله في دخولهم وخروجهم في تنظيمهم تمام. المشكله في الحاله اللي وصل فيها يعني الزمالك عنده مشكله مع الوايت نايتس، ده وضع لازم نعترف بيه ونقوله يعني تمام. يعني في مشكله ما بين اللعيبه والجماهير في الوقت الحالي. في مشكله ممكن تحصل حتى في الشارع نفسه وده في منتهى الخطوره. المفروض نشتغل بقى من بدري شويه. لو احنا بنفكر بعد مثلا سنه ولا سنتين ولا 6 شهور ولا شهر ولا 2 ايا كانت الفتره نفكر بما يتناسب مع الفتره. انت هتدخل جمهور قد ايه؟ طب نبدا الفتره دي بقى دخلنا في 5 سنين دلوقتي في نفس المشكله. لا الفكره المشكله في حاجه ان احنا مثلا الزمالك والاهلي من نص دوري المجموعات واضح ان هم هيصعدوا قبل النهائي. مظبوط صح. يعني مش مفاجاه بالنسبه لهم. هي كانت يعني هيلعبوا مع بعض ولا كل واحد لوحده بس. مظبوط صح. اهلتش نفسك وجاي النهارده تخاطب الاتحاد الافريقي. هل اتحاد الكوره والجهات الامنيه فكرت ان كان ممكن الاهلي والزمالك يصعدوا المباراه النهائيه وبالتالي هتلعب ماتشين في مصر في حضور اقل حاجه 30000 مشجع؟ طبيعي ان يكون تم التفكير واتعمل حساب الحاجات دي. مش لسه احنا لحد دلوقتي بنفكر هننقل الملعب قبلها بيومين 3 وقبلها باول. لا انا متاكد ان تم التفكير فيها، متاكد من كده. مش هيسيبوا يعني الجهات المعنيه سواء كانت القوات المسلحه او الداخليه ان هي سايبها. لو تم صعود الاهلي والزمالك انا متاكد ان كان الملعب المناسب يا استاد القاهره يا برج العرب، يا هيلعب ده يا ده. على فكره اتفضل. استاد القاهره اكتر في افضل استاد في مصر ممكن يتامن، يتم تامينه ويحصلش فيه تكدس جماهيري وسهل ان انت تدخل جماهير من ابواب مختلفه. طبعا يعني الدفاع الجوي كارثته في ايه؟ انه كان في باب واحد للدخول. يعني مش معقوله باب واحد زي ده زي باب الاستوديو ده قد يا كابتن والله العظيم من غير تهديد وحضرتك اكيد رحت. طبعا قد باب الاستوديو ده مطلوب منه انك تدخل فيه 10000 واحد عشان ما واحد. تكررش الموضوع نتعلم منها. طيب اتنقل لحاجه ثانيه بقى عشان انت عارف الوقت معاكم بيجري، ما اعرفش الوقت بيجري بجد يعني هنا في البرنامج مش عارف ليه كده، لكن ساعات حلو. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين عشان ما يتكررش ده يعني. نخش تاني بقى للاهلي والزمالك والاهلي واورلاندو والنجم الساحلي والزمالك. السؤال الاخير في النجم الساحلي قبل ما اخد بقى استاذ احمد استاذ عبد الحميد في موضوع اورلاندو كده سريعا. مين اكتر لعيبه متاثر بالنتيجه؟ مين اكتر لعيبه متاثر قوي بالخماسيه مثلا؟ هل لعيب معين انت من خلال يعني معاشرتك للشناوي مثلا، ايمن حفني، جنش مثلا كان شايف ان هو اتظلم ان هو ما لعبش؟ يعني نقول لنا الكواليس. لا هو بدايه جنش عارف انه ما اتظلمش، وهو عارف من البدايه انه مش هيلعب في المباراه كويس. وهو كان مؤهل نفسه نفسيا لكده. الشناوي طبعا كان اكثر تاثرا لان هو شعر ان الجميع حمله المسؤوليه. عشان كده مستر فيريرا اعتقد ان هو عمل مع جلسه امبارح. كويس المعلومه دي. قال له انسى. كابتن ايمن طاهر برضه قالوا له انسى خلاص الموضوع انتهى. وهو اللي هيلعب المباراه الجايه. 90% هو اللي هيلعب المباراه. لكن وارد ما يلعبهاش. يعني اعتقد لو على حالته الفنيه بقى مش او النفسيه يعني في الفتره الجايه. من خلال لكن هو هيلعب. طيب من خلال قربك لعيبه في تفاؤل بين اللعيبه، يعني التفاؤل المطلوب اللي انت حاسه واللي انت شايفه، ولا الدنيا معاهم ماشيه ازاي؟ هم طبعا حاسين ان هم يعني ممكن يعملوا حاجه
بس يعني ايه المفروض هو الجهاز مش طالب منهم ما لهمش تكسبوا 4-0. دي حاجه ايجابيه ماشي. يعني ده طبعا، ولازم الجمهور كمان مش من اول صفاره مستني الرابع. مع يعني الرابع ما بيجيش في الاول بعد الاول والثاني. ايوه لا احنا عندنا في مصر كده، يعني احنا في الماتش 90 دقيقه. الماتش 90 دقيقة. احنا في يعني الاستاذ عبد الحميد اتكلم عن مباراه مصر وغانا. اولا في فرق ما بين الزمالك والمنتخب او مصر وغانا والنجم. الفرق ايه؟ اولا الزمالك مر بتجربه ان هو يعود للمباراه في اكتر من جوله في بطوله افريقيا. كان في اورلاندو مغلوب 1-0 في جوهانسبرج، وحول المباراه في الشوط الثاني ل 2-1. مظبوط. كان مع الفتح المغربي كان متعادل 0-0 في القاهره، والجميع اعتقد ان الزمالك هيغادر البطوله. قدر الزمالك. ان المهمه مستحيله. لا ما هو عشان زي ما احنا قلنا انا صعبه. متفق لا معاك. في الكوره كل بس حاجه مش 10% يعني برضه عشان نبقى متفقين. 5% يا كابتن. انا عامل زي حلو ده. عامل زي الكابتن محمد صلاح لما تحدى وقال موعدنا 3 اكتوبر. كابتن محمد صلاح اما طلع مع حضرتك. يا جدع اصلا مش هتلاقي في 3 اكتوبر دي موجود خالص. طيب يا رب تبقى احنا كلنا نتمنى طبعا، بس كده لا هو نتكلم اتكلم بشكل واقعي. عايزين برضه نتفق ان الحاله اللي كان عليها لعيبه الزمالك في اليوم ده وحشه في جدا. سوسه ما اعتقدش انها تتكرر تاني. هي اتكررت يعني الزمالك مثلا في اتغلب من الاهلي 2-0 في برج العرب. الجميع اعتقد ان دي هتكون الطبيعه بتاعته، وكسب وكان كسبان 2-0، وممكن ده يبقى في مباراه النجم وكان ممكن يعود في مباراه النجم نفسه لو ضربه الجزاء بتاع حازم اتحسبت. طبعا انا برجعها بس لحاله النجم كمان وقوه النجم وخبره النجم. خبراتهم اعلى طبعا. خبرات النجم خد البطوله الافريقيه ديت مثلا في ال10 سنين فاتوا حوالي بتاع مرتين او 3، وخد السوبر الافريقي في ال10 سنين. هم كمان مش هيندفعوا حتى لو دخل فيهم الجون الاول او الثاني حتى مش هيندفعوا. لا هل كمان عندهم قدره يجيبوا جون ولا لا؟ دي مهمه جدا عندهم. فكل ده من صعوبه اللقاء، لكن في النهايه الامنيه بالنسبه لنا انا وانت واي حد في مصر يتمنى طبعا الزمالك يكسب. طيب اروح للاهلي بقى يا استاذ حميد، قول لي الكواليس بعد الخساره، وهل فعلا في بعض الحاجات الصغيره اللي احنا ما نعرفهاش من خلال قربك بقى للعيبه؟ حاجات صغيره زي ايه بالظبط؟ حاجات صغيره. هل فعلا في كلام مثلا ان في ناس بتزعل لما ما بتلعبش، ناس لا ما فيش مشاكل داخليه، سيطره موجوده فنيه، سيطره تنظيميه من خلال قربك؟ لا اعتقد ان اي لاعب ما بيلعبش لازم يزعل، وده طبيعي جدا. لو ما زعلش يبقى هو اللي عنده حاجه غلط يعني. صح. بس هي المشكله كلها في طريقه تعبيره عن التزعيل ده، عن الزعل. التزعيل ده تزعيل. في تزعيل يفرق وتزعيل تاني ما يفرقش. ممكن لاعب يزعل بس يطلع زعله ده في اجتهاده في التدريب فيفرض نفسه على الجهاز الفني فيبتدي يلعب تاني. وممكن لاعب يزعل فيبتدي يعمل مشاكل ويتضايق، مثلا زي ما حصل مع مؤمن زكريا او كان حصل مع حسام غالي ايام جريد، وبالتالي ده مش مطلوب يعني. طبعا الخساره النادي الاهلي في ملعب أليس بارك في جوهانسبرج هي مش خساره كبيره قوي، بس طبعا بتصعب من مهمه الفريق في ماتش العوده، لان النادي الاهلي مطالب ان هو يفوز بفارق هدفين، وفي نفس الوقت فريق اورلاندو ما يحرزش اهداف يعني، او عموما يعني فارق هدفين ايا كانت النتيجه، وبالتالي المهمه صعبه مش سهله على النادي الاهلي. كابتن فتحي مبروك طبعا كان متضايق جدا بعد المباراه، بيدرس دلوقتي جدا يعمل بعض التغييرات كده في التشكيل في المباراه. ممكن يعني في مفاضله ما بين محمد نجيب وشريف حازم ان هو يلعب الماتش اللي جاي، يعني خاصه هو كان محمد غاضب نجيب جدا من محمد نجيب بسبب الهدف اللي دخل المرمى. بيقول ان هو يعني اتكلم معاه كتير قوي، مرنه كتير قوي على الموضوع ده. بالظبط. وفي نفس الوقت برضو الكابتن فتحي مبروك في حاله شفاء وليد سليمان، وان بكره هيتحدد الموقف، بيدرس فعلا جدا ان هو يلعبه على حساب رمضان صبحي. ويمكن ده برضو زي اللي حضرتك قلت من شويه قبل ما احنا ندخل على الهوا، ان لو كل اللعيبه في نفس المستوى وجاهزه، وليد سليمان يتحط رقم واحد. في نفس الوقت في اراء داخل الجهاز المعاون يتم اللعب بجون انطوي ومالك افونا من بدايه المباراه جنب بعض، بحيث ان هو يعمل كثافه هجوميه، لانه مطالب يفوز بفرق هدفين، وبالتالي مش هيستنى للشوط الثاني علشان يلعب بالاثنين جنب بعض عشان يعمل كثافه هجوميه. كان في جلسه النهارده كابتن علاء عبد الصادق وكابتن فتحي مبروك اتكلموا مع اللعيبه، قالوا لهم احنا زعلنا جمهورنا كتير السنه دي، خساره الدوري. طبعا انت عارف ان جمهور الاهلي مش متعود شويه يطلع من الدوري، ودي برضه من حاجه 25 سنه ما طلعش لا بدوري ولا بكاس. دي برضه حاجه يعني
يعني اما دوري يا اما الاهلي كاس. طبعا فريق كويس وفريق محترم ونادي بطولات، لكن في نفس الوقت لازم جماهيره تعرف ان الكوره مكسب وخساره. طبعا، مش طبعا. هتقدر تفوز على طول الخط يعني. طيب. فالكابتن فتحي مبروك كلموا مع اللعيبه ان هم لازم يصالحوا الجمهور، وده خطوه اولى ان هو يتخطوا عقبه اورلاندو وصعدوا للمباراه النهائيه. طيب حامد من القاهره مشاركه بقى معانا، يعني انت عارف وعدناهم في اول الحلقه وامبارح كمان وعدناهم، وان شاء الله الرحمن كل يوم كده هيبقى في اخر 10 دقائق واخر ربع ساعه. حامد من القاهره، مساء الخير يا حامد. الو. ايوه يا حامد معاك. ايوه كابتن سيد. ازيك يا حامد؟ اتفضل يا حامد سريعا بس، وعليكم الله السلام. سريعا كده احنا قدامنا عامل 10 إيه؟ دقائق. اتفضل يا حبيبي اتفضل. انا بشكرك على البرنامج الظريف ده يا كابتن والله. يا رب راجل يخليك. محترم وبرامجك كلها محترمه بصراحه يعني. ربنا يخليك ربنا يخليك. ان شاء الله يعني انا زملكاوي وان شاء الله يعني الزمالك هيصعد باذن الله يعني. يا رب ان شاء الله الرحمن، والاهلي كمان يا اخي، والاهلي كمان. طبعا الزمالك يعني ما عداش على الماتش اسبوع، فلسه يعني الحميه ان شاء الله يعني في اللعيبه ها شغاله، وان شاء الله ربنا يكرمنا يعني ان شاء الله ويكرم الاهلي ويبقى النهائي مصر ان شاء الله. 100 100 100 100. شكرا يا حامد. محمد من اسيوط يا محمد. وطي التلفزيون يا محمد. يا ابو حميد. الو. يا محمد معاك. يا محمد وطي التلفزيون يا محمد، تعال ما ترد علينا نكون خلصنا الحلقه. 100 100. طيب استاذ احمد، استاذ حميد اشار اللي ممكن يحصل تغيير في تشكيله النادي الاهلي. وجهه نظرك الشخصيه برضو لمواجهه الاهلي مع اورلاندو، بحكم النتيجه اسهل من النجم الساحلي، لكن بحكم الاحداث ممكن تبقى اصعب. بحكم الاحداث ممكن تبقى اصعب. كل مباراه بيبقى لها احداثها، يعني مش مساله بس ان انت خسران 5-1 وخسران 1-0 ففي فرق كبير بين الاهداف، لكن ممكن يبقى في حدث لا قدر الله عكسي في مباراه الاهلي صعب من اللقاء جدا يعني. تتفق؟ اتفق مع حضرتك جدا، لان طبعا انت عارف ان انا بحكم متابعه للزمالك تابعت لقاءات اورلاندو سواء مع الزمالك او سجل في كل المباريات الخارجيه. دي مهمه جدا الناس تعرفها والاهلاويه يعرفوها. كل المباريات الخارجيه. لا كابتن بصرف النظر كمان عن التسجيل عنده ثوابت. انت حضرتك طبعا كنت لعيب كوره وفاهم، ما بيسجلش اهداف عشوائيه. كلها الحاجات الجمل الجمله اللي قال عليها كابتن فتحي مبروك. لا وبتيجي جون برضو. لان هم بيعملوها مش بيعملوها في الماتش 3-4 مرات. اوكي. يعني زي لو تفتكر حضرتك في ماتش النجم الساحلي اللي الكور اللي اتعملت 3-4 محفوظه. برافو عليك. جمل محفوظه. برافو عليك. الميزه بتاعته إيريك تينكلر ده اللي هو المدير الفني بتاع اورلاندو. ده كان لعيب كوره معروف يعني في منتخب جنوب افريقيا، ولعب قدام منتخب مصر قبل كده. ومعاهم بالفضل ده هو كان المساعد بتاع الراجل اللي كان مدير فني في المباراه النهائيه. دي سوا. طيب معلش اخد التليفون ده برضو حقهم علينا. رجب من الاقصر. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج رجب. تحياتي ليك. سعيد بتواصلك معانا. اتفضل. الله يبارك فيك، انا سعيد والله سعيد جدا. ربنا يخليك يا حبيبي. اتفضل يا كابتن سيد. انا عايز اقول لك حاجه وسجل تاريخ. سجل. الزمالك والاهلي هيصعدوا للنهائي. يا رب يا رب. انا شايف كده يعني الجمهور كده، وشايف يعني في حتى يعني الاغلبيه من الاهلي متفاعلين معانا يعني في قناه الاهلي. انا سعيد لما بسمع يعني الصراحه متابع والله شايف الاهلاويه في قناه الاهلي متحمسين جدا جدا يا شيخ ان عايزين يرفعوا برعايات روح نادي الزمالك. انا مبسوط جدا يا رب عشان يقابلوا بعض في النهائي، اللي يكسب بقى ما نعرفش مين. هتعمل يعني ايه؟ هتخلي التنافس شويه ان شاء الله باذن الله، وانا متفائل باذن الله وسجل تاريخ. يا رب. الزمالك هيفوز 5، الاهلي هيفوز 3، وهنفرح ثاني من جديد. يا رب. شكرا يا رجب. وائل من دمياط. يا وائل. كابتن سيد. اتفضل يا وائل سريعا عشان الناس يا جماعه اتصلت. اتفضل يا وائل. كابتن سيد. اتفضل يا حبيبي. كابتن سيد. الله بحبك والله يا كابتن. يا رب سيد خليك. من زمان حبيبي. يا رب خليك. والله بحبك من زمان، ده انت حبيبي والله يا كابتن سيد. ربنا والضيوف اللي عندك بمسي عليهم، وبتمنى التوفيق للنادي الاهلي يا رب دايما. والله انتوا كلكم على راسنا من فوق يا وائل، على راسنا كلكم من فوق. حاجه اسمها الاهلي، والاهلي في دمنا وطول عمره بنحبه. ربنا. بس انا عندي استفسار يعني حاجه بس صغيره. اتفضل. نفسي الاستاذ مرتضى منصور ما عادش يذكر كلمه الاهلي بس. الفتره اللي جايه ان شاء الله الرحمن يبقى في كل واحد في النادي بتاعه. شكرا يا وائل. يبقى كل واحد في النادي بتاعه، في اختصاصه، في ناديه، في جماهيره، في لعيبته. طيب في حد تاني؟ اتفضل يا ابو حميد. زي ما قلت لحضرتك هم بيعتمدوا على جمله سيستم وشغله. هو اللعب الاهلي زي ما الاستاذ عبد الحميد بيقول ان هو الاهلي هيلعب انطوي وايفونا جنب بعض. ده اعتقد ان دي ضرر هتكون ضد مصلحه الاهلي. ضد مصلحه الاهلي.
اوكي. هم مشكلتهم في قلب الدفاع. لو تتذكر حضرتك الاجوان اللي سجلها الزمالك الاثنين اللي في جوهانسبرج والاربعه اللي في القاهره من القلب، عندهم مشكله في القلب. حتى مستر فيريرا كان قال اتكلم ان عندهم الاثنين السردباكين بتوعهم بطاء، فانت لو لعبت معاهم براسين حربه ثابتين هيمسكوهم وخلاص وهيعملوا سد في الحته دي. اوكي. هم عايزين من تحت. انت بتقول رمضان اعتقد ان رمضان شادو سترايكر يا كابتن، مش اللي هو راس حرب. خد بالك ابونا ما عندوش الثقه في نفسه برضه ان هو يقود هجوم الاهلي. ابونا ما عندوش ثقه، امال مين عنده الثقه؟ كابتن يا ابو حميد، لسه يا ابو حميد، لا لا هو لعيب. الثقه دي مش هتيجي غير، انا عارف الثقه دي مش هتجيلك غير في حته معينه. واحده يا كابتن بعدين. شفت الثقه الجون اللي انا جبته فيك في دوره رابطه النقاط؟ قول له اتفضل. انت بتعرف جون؟ دخل فيه 35 جول. لا 35 ولا حاجه. جون ومرقصه ضربه جزاء كمان. طب ناخد راي سامح. سامح من اسيوط، مساء الخير يا سامح. يا سامح، سامح انت نمت ولا ايه؟ طب عبد السلام من القاهره. يا عبد السلام، اهلا. اهلا بيك. اتفضل يا حبيبي، اتفضل. انت طيب يا كابتن سيد؟ وحضرتك طيب. اتفضل يا عبد السلام. انا في حاجه بالنسبه للجماهير يا فندم. اتفضل يا حبيبي. اول حاجه المجموعه اللي بتخش بدون تذاكر دي تتمنع نهائي. عندك حق، اتفضل. تمام؟ لان معظم الالتراس بيخشوا بدون تذاكر. وصلت يا فندم، اتفضل اتفضل. تمام؟ ثاني حاجه بالنسبه للنادي الاهلي باذن الله حسب الروح السناده الحمراء ايه اللي هتكون موجوده، هيتفوق الاهلي بعدد كبير من الاسئله. يا رب ان شاء الله الرحمن. والزمالك متفائل بالنسبه بالزمالك؟ للزمالك انا اهلاوي عامه يعني. بالنسبه للزمالك انا زعلت جدا ان هو اتغلب بالكم الكبير ده. بالايه؟ باذن الله الروح الضربه بتاعت الزمالك ان شاء الله اللي كانت في اللاعبين مع بعض هيقدروا يعوضوا النتيجه. بس اهم حاجه اي فرصه تيجي يستغلوها، صح. ودي برضو راجع للتوفيق ان شاء الله الرحمن يبقى موجود معاهم. طيب شكرا جزيلا عبد السلام من القاهره. معانا محمد من اسكندريه. يا ابو حميد. السلام عليكم يا كابتن. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يرضى حضرتك كابتن سيد جدا جدا جدا. والله انتوا كلكم على دماغنا من فوق والله. اتفضل. الشريعه تحافظ ولا اهلاوي صميم. الله يبارك لك يا رب. اسمعني بس ما تنزعش من الكلام. لا اتفضل بس سريعا، انت عارف الوقت احنا بنختم اساسا. اتفضل. اولا المنظومه في الاهلي غلط. المنظومه الاول محمود طارق ما تزعلش مني، انا اهلاوي صميم. طب خلينا بس دلوقتي استنى بس، يعني انا هسمعك بعد كده، يعني بعد شويه هسمعك او بعد يومين ثلاثه هسمعك، لان خلينا اهلاوي او زملكاوي بس. يا محمد اسمعني بس. اهلاوي صميم دي واحده بس. ايوه انا هسمعك، بس انا بتكلم على التوقيت ده. احنا في مباراه قبل نهائي مهم قوي ان انت تبقى مساند لفرقتك اهلي او زمالك، وبعد كده الاسبوع الجاي يا سيدي بقى نعمل كلام من القلب يعني. اوعدك ان انا هتواصل معاك تاني. اتفضل. بس نقطتين وهنقفل مع حضرتك. اولا مرتضى منصور ما كانش يتجرأ على الاهلي كده. تاني خلينا في الموضوع ده، الله يخليك بس. خلينا في الموضوع ده، خلينا بيبقى لنا كلام بقى تاني في حته تاني. يعني في اوقات يا جماعه، يعني اهلي او زمالك، يعني مش مساله ان انت تبرز. محتاجه هدوء. محتاجه هدوء. برافو عليك، محتاجه هدوء. الاهلي والزمالك في تعاملهم مع المباراه محتاج هدوء. ليك تحفظ على الشغل، ليك تحفظ على الاداره، ليك تحفظ على الاشخاص. انا معاك، مفيش التوقيت المناسب اللي انت توجه فيه انتقاداتك طبعا، وانت يعني. خصوصا وانت بتشجع ناديك مهم جدا يعني. صح. ما ينفعش ابدا في وسط الاهتمام وواحد تعبان جدا جدا اجي اقعد اطالبه بفلوس يعني مثلا يعني. فانت داخل على يعني مباراه في منتهى الاهميه للزمالك ومباراه في منتهى الاهميه بالنسبه للزمالك، فخلينا نساند. وبعدين يا عم اخر الاسبوع اللي جاي ان شاء الله الرحمن نعرض بقى يا عم كشف حساب للناس كلها، نجيب السلبيات كلها، التعامل بشكل سليم. معايا ولا لا؟ مظبوط ولا لا؟ تمام. وبعد كده يا سيدي بقى النتائج هي اللي بتحكم، النتائج هي اللي بتقول، المواقف هو اللي بيتسجل. الاهلي والزمالك تحديدا مطالبين قدام ناديتهم ان هم يبقى عندهم الايمج، عندهم المكانه، عندهم القيمه. حلوه الايمج دي. امال انت فاكر ايه؟ ابراهيم من كفر الدوار. يا هيما. ايوه يا كابتن. اتفضل يا هيما من كفر الدوار. طبعا على راسنا من فوق. كفر الدوار دي بتاع الكابتن حسن شحاته. اتفضل. انا عايز اكلمك في نقطه بس صغيره يا كابتن. اتفضل. دلوقتي يا كابتن الاهلاويه والزملكاويه، هو كده ان شاء الله الزمالك هيفوز في مصر. انا زملكاوي على فكره. اتفضل. والاهلي برضه هيفوز. بس امبارح في واحد بيتكلم مع حضرتك امبارح بيقول لك ان شاء الله الزمالك هيخسر والاهلي هيوصل. هو مش مكسوف وابوه كده يا كابتن؟ طبعا احنا اتكلمنا امبارح يا ابراهيم وقلنا ما ينفعش الكلام ده يعني. عديها بقى وقول. بس عايز اقول لك حضرتك حاجه ثانيه. ها
تمام ماشي يا فندم، بس انا بقول لك يعني هو مش مكسوف، هو بيقول مثلا نادي الزمالك اتهزم. والله بتاع تونس كمصري. عندك حق طبعا، عندك حق في الاخر، لكن عديها، خلينا بقى مساندين. تتوقع الاهلي والزمالك باذن الله؟ اورلاندو وقبل ايه؟ قبل ماتش اورلاندو وقبل ماتش تونس، ماشي، بتاع النجم ده، احنا كلنا قلنا اهلاويه وزملكاويه، قالوا الاهلي والزمالك هيتقابلوا في النهائي مع بعض، والزمالك ناسي حاجه اسمها النجم، والاهلي ناسي حاجه اسمها اورلاندو. برافو عليك هي دي انت. هدف نقطة الزمالك. مهمة جدا. والله انت جبت نقطه اساسا ما فيش حد كان بيتكلم فيها. شكرا جزيلا يا محمد، يعني انت جبت نقطه في منتهى الاهميه. الاثنين رايحين يقابلوا بطل افريقيا، بطل جنوب افريقيا معتبرينه محطة. وبطل تونس، والاثنين بيفكروا في بعض في المباراه النهائيه. زي قرعه الشامبيونز ليج السنه اللي فاتت، كانت كل الفرق او كل جماهير الفرقه بتتمنى انها تواجه يوفنتوس. مظبوط. ولما القرعه وقعت بايرن مع برشلونه، يوفنتوس مع ريال مدريد، فالناس كلها كانت بتحتفل اللي هم بيشجعوا لريال ريال مدريد مدريد بالنهائي. ان هو صح. وشفنا قد ايه يوفنتوس قدم مباراتين جامدين يعني. طيب اخد اخر تليفون، ده احمد من دار السلام، وبعدين اسمع راي النهائي لضيوفنا الاعزاء. احمد من دار السلام، اتفضل يا ابو حميد. الو. اتفضل يا ابو حميد. وعليكم كابتن سيد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا بمسي على ضيوف حضرتك. اهلا بيك. بمسي على ضيوف حضرتك، بس أهلا بيك. في نقطه مهمه بس عايز اذكرها قبل ما اتكلم مع حضرتك. اتفضل يا حبيبي. يا ريت ان الساده النقاد او المحللين ما يحاولوش يزجوا باي حاجه، ان اي سقوط للاهلي يقولوا ده في مدير فني اجنبي جاي تغيير. طيب ماشي، شكرا. اولا بس مش احنا اللي بنزق يعني، الاداره هي اللي بتزق والله. ما هو ده مش وقت برضه، ما هو من الحاجات اللي انا قلتها لمحمد من دار السلام. طبعا انا بعتذر لكل الناس التليفونات دي كلها، يعني نحاول بقى نخصص حلقه باذن الله كلها مع ما يبقاش فيها ضيوف ولا حاجه، نتكلم مع الناس. محمد من دار السلام او محمد من اسكندريه، الراجل اللي كان حابب يقول رايه، انا يعني مش هقفل بقك او يعني مش هتكلم على ان ما ينفعش تقول رايك في اي حد طالما ما فيش تجاوز يعني، لكن انا بقول التوقيت بس، التوقيت الاسبوع الجاي اتكلم زي ما انت عايز يعني، لكن احنا في وقت محتاجين ان جماهير الاهلي تساند فرقتها وتساند لاعيبتها. جمهور الزمالك محتاج ان هو يساند فرقته ويساند لاعيبته. تصريح اخد رايكم فيه بقى قبل ما اختم، يعني تصدير المشاهد في وقت من الاوقات او تصدير حاجه للعيبه او للجمهور، يعني بتبقى ساعات يعني مش في وقتها برضه. يعني في الزمالك طالع كلام دلوقتي ان هو مطالبه الاتحاد الافريقي بتحليل المنشطات لكل فريق النجم الساحلي، تمام؟ الامر ده مستحيل يحصل. هو اصلا بيحصل انا كلمت مستحيل يحصل. اصلا لا بيحصل. لحظه، هو اثنين بس اللي بيختاروا. ايوه. تمام، لكن مش الفرقه كلها. لا طبعا. مستحيل. على فكره انا كلمت لما طلع في احد المواقع الكلام ده، او تم النشر في احد المواقع، كلمت الباشمهندس هاني زاده اللي هو كان مع مرافق الزمالك هنا في تونس. قلت له هل فعلا الزمالك اتكلم في الموضوع ده؟ قال لي لا، احنا تعاملنا مع الموقف بشكل طبيعي، 2 قصاد 2 اللي هو العشوائي. دي الحاجه الوحيده. انا بس عايز اوضح نقطه. اتفضل يا حبيبي. انا لما اتكلمت عن مشاركه ايفونا جنب انطوي، انا ما كنتش مش التشكيك في ايفونا طبعا نجم كبير، بنهزر معاك. لا بس انا بتكلم على فنيا. بس هو احسن حاجه فيها انها فكرتني بالجون. وجود 2 راسين حربه ثابتين مع فريق زي اورلاندو هيسهل من مهمتهم هم. والله على فكره انا الراي اللي انت بتقوله ده ممكن اوضحه بقى. انا قلت ساعتها ان الاهلي ممكن يلعب بواحد بس، لو انت عندك قناعه بان انت تلعب 3-1 يعني 4-2-3-1 يا استاذ حبيب استاذ احمد، يبقى ما تفرقش معايا الاثنين اللي عندي جامدين جدا، ايفونا او ملك ايفونا او اسف انطوي. لو هتلعب ب 4-2-3-1 واحد فيهم اللي يلعب، الاجهز يلعب ايا كان يعني. لو هتلعب ب 4-4-2 يبقى لازم تخدم على الاثنين دول، لازم تسيب لهم المساحه زي ما حضرتك اشرت وقلت. لازم الاثنين اللي يلعبوا من ضمن الاربعه، حسام عاشور واللي جنبه بقى عبد الله السعيد ولا حاجه، الاثنين يكونوا فاتحين جدا جدا، ما يضموش بشكل زي ما انت شرحت. ما يعملوش زحمه، لان انت اللي بيجي مؤمن زكريا كل ما هيخش بالعرض كده، كل ما هيخش بالعرض هيجيب معاه واحد، هو مش بيجي لوحده يعني، مش بيجي معاه واحد. فملك ايفونا او جون انطوي من ميزاتهم الاساسيه والرئيسيه والاهم السرعه. صح. السرعه. على فكره في الزمالك بيتكلموا في نفس الكلام، ميكي جنب باسم، وده مش هيحصل في الزمالك. وده مش هيحصل. طيب في 10 ثواني ليك 10 ثواني، انت ليك 10 ثواني، اخد انا ال 20. تمام. حابب تقول ايه في الختام؟ انا عايز اقول بس ان مهمه الزمالك مش سهله، وهي صعبه جدا زي مهمه الاهلي مش سهله وهي صعبه زي نادي الزمالك، لان فريق اورلاندو فريق صعب، وسبق ليه الفوز على الاهلي في الجونه 3-0، وبالتالي حته ان هو يقدر يفوز هنا في القاهره او في برج العرب موجوده، وبالتالي لازم جماهير الاهلي والجهاز الفني الاهلي يعمل لده 1000 حساب. 100 حضرتك ازاي؟ اقول كلمه واحده. اتفضل. يعني لازم لعيبه الزمالك زي ما قلت لحضرتك في الاول ما يحطوش في دماغهم ان هم نازلين يكسبوا 4-0. تمام. مفيش حد بيكسب 4-0 من اول دقيقه. تمام. وجود جمهور ده اساسي، لازم يكون موجود، بس الجمهور
برضه يكون متزن، مش مجرد ان هو بعد اول ربع ساعه ما جاش جوان الدنيا تتدربك، المطالبه يبتدوا يطالبوا بلعيبه ولازم تنزل فلان ولازم تنزل فلان، لان هو اكيد مستر فيريرا يعلم جيدا هو ازاي هيقود المباراه. وان شاء الله التوفيق للفرقتين، وممكن نشوف نهائي مصري افريقي هيبقى جميله قوي يعني. هندخل التاريخ يعني بصرف النظر عن مين اللي هيكسب طبعا. اول مره تحصل نهائي افريقي قاريا طبعا. هنبقى اول فريق مصر سوبر. قبل كده لو تفتكر حضرتك في جوهانسبرج، مش عايز اقول بقى ان الزمالك هيكسب في المرتين يعني وكده. ماشي يا عم، مقبول يا عم. ويبقى برضه في الكونفدراليه اخر مره يجي معانا. استاذ احمد علي شرفتني. الله يخليك. استاذ عبد الحميد شرفتني. ربنا يخليك كابتن سيد، وانا اللي كنت سعيد بوجودي معاك النهارده. شكرا جزيلا ليك. اخر ختام، لان بكره اجازه وبعده اجازه، وان شاء الله الرحمن يوم السبت نتعامل مع اللقاء باذن الله. هنبقى معاكم من 7:30 قبل اللقاء النجم الساحلي او قبل لقاء الزمالك والنجم الساحلي بساعه كامله. هيبقى في برج العرب، هيبقى في بتر سبورت. انا بقول يعني ممكن يحصل اتصال ودي ما بين الزمالك او مسؤولين الزمالك بمسؤولين النجم الساحلي، اتصال ودي ما بين الاثنين. لو كان رغبه الزمالك اساسا ان هو يلعب في برج العرب، لو عنده رغبه ان هو يلعب في بتر سبورت، خلاص الموضوع هيبقى حسم يعني. لو حابين يلعبوا في برج العرب يتكلموا مع النجم الساحلي. من خلال خبرتي في الموضوع ده، النجم الساحلي هيرفض. النجم الساحلي هيرفض ان هو يلعب في برج العرب الا لو الزموا الاتحاد الافريقي انه يلعب في برج العرب. فيما يخص برج العرب بالنسبه للاهلي مش فارقه كتير، لان برج العرب عامل بالظبط زي السويس من حيث وسع الملعب. اللي عايز اختم بيه، المباريات يا جماعه ما بقتش زي بنروح بالدم، الكلام ده بطل في الكوره. في حماس، في اصرار، في عزيمه، ده مطلوب، لكن كمان في مخ، في عقل. الدقيقة الأولى، ال10 دقايق الأولى، ال20 دقيقة الأولى، الشوط الأول، ال10 دقايق الأولى في الشوط الثاني، الشوط الثاني بالكامل، السيناريو، الترتيب، التغييرات، الطريقة، التبديل، كل ده مهم جدا في عوامل النصر. وأهم من كل ده وده فرض السيطرة على اللعيبة اللي موجودة للأهلي وللزمالك. كل التوفيق بإذن الله تعالى للأهلاوية والزملكاوية في مشوارهم بإذن الله يوم السبت ويوم الأحد. تصبحوا على خير، ونتقابل على خير إن شاء الله الرحمن قبل مباراة الزمالك والنجم الساحلي 7:30 بإذن الله هنا من خلال CRT ومن خلال الكلام في الكورة.